السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم مجددا معايا في قناة ديالي وديالكم عالم دنيا الأناقة والطبخ. بما أن الصيف على الأبواب ودخلوا كنبغيو شي حاجة اللي هي باردة وكنبغيو شي حاجة اللي خفيفة كذلك وسريعة في نفس الوقت، فأجيو معايا تحضروا معايا واحد لا سالاد اللي رائعة 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 بزاف بواحد لاصوص اللي لذيذ رغم يعني البساطة ديالو. ما نطولش عليكم بزاف، اجيو معايا الفيديو باش تتبعوا المراحل وتعرفوا على الطريقه والمكونات باش تصاوبوا هاد لا سالاد. على بركه الله، اول حاجه غادي نحتاج في هاد لا سالاد كناخذوا تبصيل كيف ما بغيتو، ممكن طويل ممكن داير. المهم كناخذوا الخس، تقريبا كميه من الخس كنقطعوها على هذا الشكل كنضيفوها ليه على هذا الشكل، ثم غنضيف خيزو محكوك على هذا الشكل البنات. غادي نضيف الباربه كذلك على هذا الشكل، يعني كتكون مسلوقه حتى هي. ثم كنضيف طوماط سوريز، ممكن لكم تضيفوا المطيشه العاديه تقشروها، انا غادي نضيف، اختاريت انني نضيف طوماط سوريز. دونك ضفتها على هذا الشكل هي والخيار كما كتشوفوا مقطع على هذا الشكل. غادي نضيف دابا البصله على هذا الشكل، ثم غادي نضيف طريفات ديال الدجاج اللي شحرتهم من قبل. ممكن ديروهم ممكن تستغناو عليهم على حسب متوفر، ممكن كذلك تعوضوا بلاصتهم بالمايس على هذا الشكل البنات. واخر حاجه غنضيف دابا هي البيض اللي ديجا سلقته قطعته. هذه كفكره يعني ديال هاد لاصالاد كفكره، ممكن ديروا اي خضره نتوما كتعجبكم، ممكن كذلك تضيفوا المايس كيف ما سبق لي وقلت، ممكن العدس، ممكن اي حاجه بغيتوها، ممكن لي بات مثلا تخلطوها معهم. غير فكره عطيتها لكم، صدقوني انها كتجي رائعه، ومع لا صوص اللي غادي نقدم معكم بعد قليل رائعه رائعه كتجي البنات مذاق لا يوصف. دونك نكمل بقيه ديال المكونات ونحضر معكم لا صوص ان شاء الله على هذا الشكل. دابا البنات غادي نحضر معكم لا صوص. دونك بالنسبه لهاد لاصوص غادي نحتاج لها كما كتشوفوا هنا، راه ضفتو معلقه كبيره ديال زيت العود، وغادي نحتاج 2 معالق كبار ديال دانون مسوس، ومعلقه صغيره ديال الموطارد والملحه والبزار بيان سور. كيف شفتوا ضفت معلقه صغيره ديال لا موطارد، وتماما ضفت 2 معالق كبار كذلك ديال دانون مسوس اولا ياغورت مسوس، وضفت راس معلقه ديال الابزار وشويه د الملح، لان كما كتعرفوا حتى الخردل اولا لا موطارد كيكون شويه مالح. وبالنسبه للدجاج فانا شحرته بشويه ديال الثومه غبره صافي، ما زدت فيه، ما درت فيه لا عطريه لا والو. هاد لاصوص البنات كتلذذ وكتنسجم مع بعضياتها المكونات وكتعطي ان بون غو. كيف كتشوفوا كيجي الخليط هكذا كيشهي صراحه، رائحه غزاله فيه. وغادي نضيفه بشكل عشوائي فوق لا سالاد. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال لا سالاد اللي قدمت معكم اليوم. كنتمنى تعجبكم البنات صراحه، كنتمنى تجربوها بما ان الصيف هذا والوليدات ولا حنا كنبغيو شي حاجه اللي بارده كمقبلات اولا هكا في العشاء ولا هذه، فهي الصراحه مغذيه تري ريش البنات، بلي بروتين بلي ليغوم اللي هي الصراحه فيها بزاف ديال الفيتامين اللي ممكن اننا ما كنقدروش نتناولوها، لكن بهذه الطريقه وبهذا لاصوص انا متاكده انها غتولي معتمده عندكم ان شاء الله، سورتو في الصيف. وكذلك الناس ضيوف الغفله ولا ضيوف عزاز، شي شخص عزيز جاي لعندك علاش لا من نستقبلوش هكا بواحد لا سالاد اللي هي كما كتشوفوا غير الشوفه فيها يعني كتبان لك بلا راها لذيذه وزوينه. وكانت هذه نهايه الفيديو، نتمنى ان شاء الله الا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلي لايك وبالبارطاج علاش لا، وبكومونتير زوين في حالكم. كنسلم عليكم كلكم من هنا، الى فيديو قادم ان شاء الله.